عاملين ايه؟ وحشتوني. آه... النهارده صحيت عادي من النوم. لقيت نفسي رايحه للمحشي. فاحنا قلنا يعني واي نوت، احنا قابضين والدنيا تمام وزي الفل فاخدت قرار ان انا نازله السوق عشان اشتري حاجه المحشي. رحت اول ما دخلت السوق لقيت الست بتاعه الكرنب واقفه وعليها توابير، فما فهمتش ليه. وبعدين الطابور بيخلص بسرعه، فما تفهمش فيه ايه. فلحد ما وصلت لدوري، يا حاجة أنا عايزة كرنباية حلوة كده صغنونة يا دوبك تقضي فردين. فراحت جابت لي مشكورة كرنباية قد كده، فبسألها بكام، قالت لي 30 جنيه. فاللي هو حضرتك ايه اللي ب30 جنيه؟ الكرنباية. فلوهلة كده فهمت الطابور بيمشي بسرعة ليه، ما الناس بتيجي تسأل وتمشي. فأنا بما إن أنا نازلة يعني مقررة إن أنا هاكل محشي، فقررت إن أنا أخد التجربة. طب يا حاجة ما تمشيش ب20 جنيه؟ ابدا يا بنتي، ما تنزلش جنيه، ده المحشي خلاص ماشي. ماشي رايح فين؟ قالت لي خلاص الموسم بتاعه انتهى، مش هتلاقوه تاني. يعني يا تاكليه دلوقتي يا ما تاكليهوش، ما تخليش في نفسك حاجه. وانا سمعت كلامها الصراحه وما عنديش استعداد اخلي في نفسي حاجه. فاديتها 30 جنيه وخدت منها الكرنبايه اللي قد كده. الحمد لله الحمد لله. فبقيت ماشيه في السوق بقى، عماله بفكر يعني هعمل ايه. انا جبت الكرنبايه خلاص، انا هعمل ايه؟ فرحت للعطار عشان اجيب الرز، فقال لي مشكورا الراجل قال لي فيه ب21 وفيه ب22 وفيه ب25. فقلت له يا عم هات ابو 25 يعني. ها، التاني ده بيبقى مكسر شويه وانا ما احبش الرز معجن ولا مكسر في المحشي، مش عشان هو محشي احط فيه رز مكسر. المهم، ما علينا، يعني بقينا 55 جنيه لحد دلوقتي لسه مخلصناش بقيه الحل. هنجيب الطماطم بقى يعني. والمحشي لازم يبقى فيه طماطم، وطماطم تكون يعني حلوه كده وملعلعه كده في الحله. رحت اشوف الطماطم لقيت الكيلو ب25 بكام، ب17 جنيه وب20 جنيه وب15 جنيه. بس طبعا ام 15 و17 دي ما يتبصلهاش، لونها اصفر ومسوس وحالتها بالبلد. فهتشتري ام 20 جنيه. فاشتريت كيلو ب20 جنيه. المهم، عايزين بقى خضره. دي كانت الكارثه بقى والجديده بالنسبه لي. الخضره زمان كانت يوم ما تتمعزم قوي كانت الواحده تبقى بجنيه، بجنيه ونص. دلوقتي التلاتة ب10، وهم كل حزمة تقريبا عودين. فما هو في ايه يا جماعة؟ فتلاقي دلوقتي بتوع البقدونس والكزبرة كانوا زمان بيقعدوا على جنب كده، تحس يا عيني ان هم يعني معهمش حاجة غير الشبت والبقدونس والكزبرة وشوية جرجير كده وبصل اخضر. تحس ان هم دلوقتي تحسهم ان هم بقى معلمين. اللي هو عارف المعلم بتاع المانجا ده؟ لا سيبك انت منه، ده مانجة ايه وبتاع ايه، مانجة ايه. ده دلوقتي بتوع الخضرة بقوا معلمين معلمين يعني. فالمهم بدون مبالغة أنا اشتريت شوية خضرة ب20 جنيه عشان بس أعرف أعمل حلة المحشي مظبوط. ما أنا جايبة يعني كرنباية ب30 جنيه، فما بالك أنت بقى. أنا جايبة أساسا الخضرة ب20 جنيه، فليها حق الست بتاعت الكرنب تبيعها ب30 جنيه الصراحة. المهم طبعا بقى لازم جنب الكرنب بقى، يعني مش هيبقى كرنب بس، يعني شوية كوسة على شوية فلفل أخضر. لقيت الكوسة ب25، لقيت الفلفل الأخضر ب25، فاشتريت نص من كل حاجة يا دوبك يعني. هنسقي المحشي بإيه؟ لازم يبقى فيه شرب. مش يعني مش بعد كل ده إن شاء الله يعني، وجايبة كرنباية ب30 والخضرة ب20 جنيه وهقلي بقيمته واعمله بالمية، يعني مش هينفع. فمحشي يعني فراخ. فرحت للراجل ازيك يا عم، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. الفراخ بكام النهارده؟ قال لي 80 جنيه. خلاص هات لي فرخه يعني كيلو ونص كده. فالفرخة لما تظبطت واتعملت وها يعني عملت 130 جنيه. خدت الحاجة وانا ماشية وحسيت ايه ده، كأني ضربت على دماغي. يعني أكلة المحشي كلفتني بتاع حوالي 30 جنيه. ليه يا جدعان؟ 300 جنيه. اللي هو ليه يا جدعان؟ ليه آكل حلة محشي ب300 جنيه هنا؟ يعني ليه؟ يعني 300 من 250 ل 300 جنيه ليه؟
ولو يعني وفكرت بقى لو انا مثلا حبيت اكل محشي كل اسبوع مثلا مره، يعني المرتب يتخصم منه مثلا 1000 جنيه او 1000 وشويه عشان بس حله محشي. يعني ايه الاسعار دي هتودينا لفين؟ المفروض ان احنا نعمل ايه بقى؟ يعني انا لو حبيت اكل حله محشي تاني اعمل ايه؟ اعمل كارت ولا اعمل ايه؟ ولا هو المحشي دوت هيبقى مره واحده بس كل قضايه؟ ف مش عارفه. وبفكر بقى لو حبيت اكل فته هعمل ايه؟ فته بقى اللي هي رز ولحمه و... وطماطم. مش عارفه الصراحه ايه اللي يحصل. ف مش عارفه نرد. نرد. الو. سلمى ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه مالك؟ مال صوتك؟ فريده؟ ايه؟ زعزعة الحب؟ امتى حصل الكلام ده؟ ليه؟ اتكلمت عن سعر الطماطم؟ طيب اقفلي يا سلمى دلوقتي. لا 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 عادي، ما فيش. اتكلمت في الحلة كلها. اقفلي يا سلمى، اقفلي. سلام. والمهم صحيت من النوم، اتاريني كنت بحلم، وحلم قالب على كابوس، والشيطان كان موديني وجايبني في الحلم ايه. بس انا صحيت، كنت نايمة الساعة 12 الظهر، دي يعني كابوس، حلم من الشيطان الرجيم. بس انا قلت طالما ان احنا حلمنا ان في حلة محشي يبقى خير، يعني لازم نجيب حلة المحشي. نزلت السوق، لقيت الاسعار جميلة وفي متناول يد الجميع. لقيت الكرنباية ب5 جنيه، والست ابدا قالت تديني عليها بقدونس وشبت وكزبره، الخضره بتاعتها ببلاش. يا بنتي هوديها فين؟ هرميها حرام يعني، بدل ما تشتري. فادتني الخضره بتاعتها، ورحت اشتريت الرز ب10 جنيه. استغفر الله العظيم يا رب. ولقيت الطماطم بقى يعني ماليه السوق، وايه والتلاته ب5 جنيه، مش لاقيه اللي يشتريها. يعني الناس بقى خزنت من زمان واشترت وبتاع. آه رحت بقى. نسيت اقول لكم، لقيت البصل. انا كنت شايفاه في الحلم ب22 و25، لقيته في الحقيقه ب7 جنيه. وكان في حد بيبيع 3 ب10 برضه. ف... و... والفراخ بقى، فرخه ايه حلوه زي الفل كده، عامله لها 50 جنيه. والدنيا جميله ولطيفه وكل حاجه تمام. وده لما يوحلنا ان احنا لما نحلم او لما ننام لازم نتغطى. ما ينفعش ننام من غير غطا، عشان تحصل حاجات مش لطيفه. نتغطى قبل ما ننام. واشتريت حاجة المحشي، وعملت حلة المحشي وكلت المحشي الحمد لله. وتقريبا بناكل محشي يوم او يوم لا. فالدنيا جميلة ولطيفة وزي الفل. تصبحوا على خير. بيسألوا عليا. تصبحوا على خير.